للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع ذلك المؤذن في دار النصراني فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان. ودخل الدار فقالت له ما شأنك ما تريد؟ فقال أنت أريد. فقالت لماذا؟ قال قد سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة. قال لها أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية ولسكرتي ومماتي حينما أنثني وروحي تجود أستغيث الطبيب ماذا جرالي وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم صعد إلى سطح الدار فسقط منه فمات. ولسكرتي ومماتي حينما أنثني وروحي تجود أستغيث الطبيب ماذا جرالي. فلا هو بدينه ولا هو بها. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. قد جرت الأقلام في ذلك الورى للختم من أمر الحكيم العليم، فمن سعيد وشقي ومن مثر من المال وعار عديم، ومن عزيز رأسه في العلا ومن ذليل وجهه في التخوم، ومن صحيح جيدت أركانه وآخر واهي المباني سقيم، كل على منهاجه سالك، ذلك تقدير العزيز العليم. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب